انت عارف ان في نوعين من الدخل، في دخل ايجابي ودخل سلبي. الدخل الايجابي بيجي عن طريق الوظيفه، اي حاجه بتحط مجهودك فيها وتعبك وبيرجع لك عليها فلوس او عائد مقابل الجهد ده يبقى دخل ايجابي. لكن الدخل السلبي لا يتطلب اي مجهود او تدخل منك، زي لما يبقى عندك اصول هيبقى عندك دخل سلبي. اصول مثلا زي لما يكون عندك شقه او عقار ومؤجره وكل شهر بيجي لك العوائد بتاعتها او الايجار الشهري، تبقى انت نايم في البيت وكده كده كل شهر هيجي لك الايجار الشهري بتاع العقار ده دخل سلبي. او لما يبقى عندك صناديق او اسهم بتدخلك دخل سلبي بدون اي تدخل منه. او تالت حاجه يبقى عندك جزء او مبلغ من الفلوس محطوط في البنك فبالتالي بتاخد عليه فوائد شهريه. طبعا كلنا بنتمنى يكون عندنا دخل سلبي. عشان تبني الدخل السلبي لازما تبني الاصول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مهتم بالمعلومات المالية ما تنساش تعمل لي اشتراك.